معركة جلديران. معركة وقعت في سهول جلديران بين قوات الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول وقوات الدولة الصفوية بقيادة إسماعيل الأول في 2 من رجب عام 920 هجرية، الموافق 23 من أغسطس عام 1514 ميلادية. وكان من نتائجها هزيمة جيش الشاه إسماعيل بعقر داره بمدينة تبريز. بدأت بوادر المعركة عندما فرض الشاه إسماعيل الصفوي المذهب الشيعي على شعبه صاحب الغالبية السنية، وإعلانه إياه مذهبا رسميا للدولة في إيران. وجاءت ردود الفعل على نحو عنيف، وبالتحديد من سكان المدن الكبرى مثل تبريز التي تتسم بغالبية سنية، لكن الصفويين استمروا في فرض مذهبهم عنوة، واحتلوا بغداد عام 1508 وهدموا قبور أئمة السنة وذبحوا مجموعة من علمائهم. أثارت توجهات الشاه إسماعيل حفيظة السلطان سليم، وتيقن أن لدى الصفويين مشروعا طائفيا لابتلاع المنطقة وتشييع الأناضول وتفتيت الوحدة الإسلامية وتهديد أمن الدولة العثمانية. تقدم الجيش العثماني بصعوبة شديدة إلى جلديران في شرق تبريز، واستمر مسيره لهذه المعركة 5 أشهر، وكان الجيش الصفوي قد وصلها منذ مدة حتى بلغها في أول ليلة من رجب عام 920 هجرية. وقرر المجلس العسكري العثماني ديوان الحرب الذي اجتمع في تلك الليلة القيام بالهجوم في فجر 2 من رجب عام 920 هجرية. كان الفريقان متعادلين تقريبا في عدد الأفراد، إلا أن الجيش العثماني كان تسليحه أكثر تطورا وتجهيزاته أكمل واستعداده للحرب أشد. وبدأ الهجوم، وحمل الجنود الإنكشارية على الصفويين حملة شديدة، وبالرغم من أن معظم الجنود العثمانيين كانوا عرضة للإرهاق والتعب بعد المسافة الطويلة التي قطعوها وعدم النوم بسبب التوتر والتجهيز لمباغتة العدو فجرا، فإنهم حققوا انتصارا حاسما على الصفويين وقتلوا منهم الآلاف، كما أسروا عددا كبيرا من قادتهم. وتمكن الشاه إسماعيل الصفوي من النجاة بصعوبة شديدة بعد إصابته بجروح، كما أسرت إحدى زوجاته. دخل العثمانيون تبريز عاصمة الدولة الصفوية في 14 من عام 920 هجرية، وأدى الانتصار إلى وقف التوسع الصفوي لمدة قرن من الزمان، وجعلت العثمانيين سادة الموقف، وأنهت ثورات العلويين داخل الإمبراطورية. وترتب على المعركة بالإضافة إلى الاستيلاء على تبريز سيطرة السلطان العثماني على مناطق من عراق العجم وأذربيجان ومناطق الأكراد وشمال عراق العرب، ثم توجه صوب الشام حيث أكمل انتصاراته على المماليك حلفاء الصفويين في معركة مرج دابق.